السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة جريد 4 عاملين إيه؟ هناخد مع بعض النهاردة lesson 2 من concept 1 unit 1. الlesson ده يا ولاد هنقسمه ل 2 part. أول part معانا نتكلم فيه عن types of adaptation، أنواع ال adaptations. احنا عندنا نوع اسمه structure adaptation، التكيف الهيكلي أو الوظيفي اللي هو خاص بالجسم بتاع جسم الliving organism. ده بيكون ربنا خلقه بيه structure adaptation، يعني حاجة متغير في الstructure بتاع البادي بتاع الliving organism عشان يقدر يتكيف مع مع الenvironment اللي حواليه. وعندنا النوع التاني behavioral adaptation اللي هو التكيف السلوكي. يعني ايه؟ يعني حاجة بيعملها الliving organism نفسه بنفسه عشان يقدر يعيش في الenvironment اللي حواليه. هنبدأ مع بعض أول حاجة اللي هو structure adaptation. It's a change in the body structure، هو بيحصل تغيير في body structure of living organism to help it survive، عشان يساعده في البقاء. يبقى عندنا تاني it's a change in the body structure، هو بتغيير في body structure of living organism to help it survive، عشان يساعده في البقاء. طبعا ده كده سؤال give reason وسؤال معانا scientific term. اللي عندنا example يا ولاد للstructural adaptation، عندنا نوعين example. عندنا ال blood vessel in the penguins fit اللي احنا خدناه في السيشن اللي فات، اللي هو الأوعية الدموية في الفيت بتاعة البنجوينز. احنا قلنا البنجوينز ربنا خلقه ان هو طائر بيقدر يفضل واقف على الآيس طول الوقت. ليه؟ قلنا إن في حاجة معيّنة بتحصل في الblood vessel بتاعته إحنا خدناها في الsession اللي فات. إحنا قلنا بيحصل warming الblood vessel اللي جاية من فوق في جسمه من فوق، الدم بيبقى جاي warm. يعمل إيه؟ تعمل warming، تعمل تدفئة للblood vessel اللي جاية من عند الفِت، وبذلك إيه بيحافظ على البرودة الدفيان بتاعة رجله تبقى دافية وما يحسش بالبرودة بتاعة الice. تاني example معانا يا ولاد الsick fur of مين polar bear، الفرو السميك بتاع البولار بير. ان احنا قلنا ان هو ربنا خلق له السيك فور بتاعه ان هو عنده الفرو سميك عشان يقدر يعيش في اركتيك ريجنز اللي هو عايش فيها من غير ما يتأذى من برودة المكان اللي هو موجود فيه. دي حاجات احنا كده بنتكلم عن حاجات في الجسم بتاعه، يعني حاجات ربنا خلقها له في جسمه. ده اسمه structure adaptation. ناخد بالنا يا ولاد اللي هي بتحصل change فين في البادي structure، بيحصل تغيير في البادي structure. لكن ال behavioral adaptation دي حاجة بتكون خاصة في سلوك ال living organism نفسه، إن هو بيعمل حاجة في سلوكه بتخليه تساعده على الاستمرارية والبقاء. يبقى it's a change in the behaviors or acts of living organism، هي تغيير في ال behaviors or acts of living organism to help it survive، عشان تساعده في البقاء. طبعا ده كده معانا scientific term، معانا give reason. الإكزامبل بتاعنا في behavioral adaptation يا ولاد، عندنا الديزرت lizard السحلية اللي بتعيش في الصحراء. احنا قلنا ان هي بتعمل looks for shade، ان هي بتبحث عن الشاد، بتدور على الظل عشان during hot sunny day، أثناء اليوم المشمس اللي بيكون شمسه حر، هي بتدور على الشاد عشان تستخبى من حرارة الجو. تاني عندنا example migration of some animals، عندنا migration بتاعت some animals هجرت بعض الحيوانات towards certain regions. يعني عندنا بعض الحيوانات يا ولاد بتهاجر لمناطق معينة عشان تهرب من طقس أماكن معينة. عندنا example اللي احنا بنقول عليه، عندنا طائر الفلامينجو. طائر الفلامينجو يا ولاد بيحب يعيش في الأماكن الدافية. أول ما بيكون الجو بيبدأ يبقى يحصل انخفاض درجات حرارة والجو يبقى جليد، بيهاجر من الأماكن اللي هو فيها يروح لأماكن دافية، ويرجع تاني للمكان لما يبقى الجو فيه دافي وهكذا. ده نوع من اسمه behavioral adaptation، يعني تغير سلوكي بيعمله living organism نفسه عشان يقدر يعيش ويستمر في المكان اللي هو عايش فيه في environment بتاعته. ربنا هو ده التصرف هو بيعمله من نفسه، مش حاجة في جسمه. تمام؟ فهمت كده ان النوعين بتاعنا ال structure adaptation وال behavioral adaptation. عندنا تاني حاجة يا ولاد، عندنا هناخد examples لل structure adaptation و behavioral adaptation. هناخد معانا ازاي بعض الانيمالز بتعمل ايه. عندنا اول نوع ان الفينيك فوكس، واحنا خدناه في الليسون اللي فات.
هو بيعيش فين الhabitat بتاعته؟ قُلنا في الhot dry desert. بيعمل إيه structural adaptation، بيعمل structural adaptation تكيُّف في الهيكل بتاعه ربنا خلقه بيه، إن هو بيكون عنده it has sandy colored fur. عنده الفرو بتاعه بيكون sandy، بيكون لونه لون الرمل. ليه؟ to provide camouflage، عشان يخلّيه يعمل camouflage to hide in sandy rock environment، يقدر يستخبى في البيئة اللي بتكون رملية فيها صخور، فيقدر إن هو يستخبى فيها زي ما إحنا قُلنا هو بيستخبى سواء هو predator أو prey، هو بيستخبى فيها عشان يقدر يكمّل ويعيش. عنده حاجة تانية بيعملها إن هو عشان يحمي نَفْسه protect it from the hot sun، إن هو يحمي نَفْسه من الhot sun، من حرارة الشمس. بيعمل إيه الstructural adaptation اللي ربنا خلقه بيه؟ it has extra large ears، عنده ودان كبيرة جدًا زي ما إحنا شايفين في الصورة اللي قدامنا دي. ليه؟ give reason to help it lose the heat، إن هو يعمل lose the heat، يفقد الحرارة to cool its body، عشان يبرد جسمه. نفس الفكرة اللي هي زي بالضبط لمّا ماما بتكون مثلًا في مَيّة سخنة جامد معاها وهي عايزة تبردها، فبتنقلها من طبق صغير لطبق كبير أوسع، عشان تقدر إن هي لمّا هتكبّر المساحة إن هي يحصل تبريد أسرع. فهي نفس الفكرة، ربنا خالق له الlarge ears دي، الودان الكبيرة دي، عشان يبرد جسمه ويحافظ على جسمه بارد بالرغم من الحرارة اللي حواليه في كل مكان في الdesert اللي هو عايش فيها. فهمت الفكرة؟ عنده behavioral adaptation، بيعمل تكيُّف سلوكي. تكيُّف سلوكي يعني إيه يا ولاد؟ يعني هو هيعمله هو بنفسه، يعني حاجة في سلوكه هيعملها it bends like dogs to cool its body where it takes up to 700 breaths per minute. It lives in pures to stay cool during the sunny day، إن هو بيقعد في البحور عشان يستخبى من لحرارة الجو. ماشي. بيعمل إيه تاني يا ولاد؟ هو eats all kinds of food. إحنا قُلنا الdesert يا ولاد بيكون فيها الجو حَر جدًا، فهو بيكون في ندرة عشان الحرارة دي، بيكون في ندرة أساسًا، بيكون مش بيلاقي الfood بتاعه بسهولة. فهو بيعمل إيه، متعوّد إن هو ياكل كل أنواع الأكل insects fruits plants roots even حتى بياكل remains from another animal's prey، بياكل بقايا الحيوانات الأخرى. فعشان إيه، عشان هو من كتر ما هي في ندرة في الصحرا، من ما فيش food كتير بالنسبة له، فهو معوّد نَفْسه سلوكيًا إن هو بياكل أي نوع، أي حاجة، حشرات، فواكه، نباتات، أي حاجة هو بيتعوّد ياكلها، مش بيختص بأكل معيّن ياكله، بياكل كل أنواع الأكل. عندنا تاني نوع يا ولاد في الexample معانا، إحنا عندنا الtundra desert بيكون درجات الحرارة فيها بيكون تحت ال50 درجة مئوية، يعني في الشتا، فهي بتكون يعني إيه، يعني تحت الصفر، بتكون 50 درجة تحت الصفر. فإحنا عندنا الarctic fox بيكون بيعمل ليه شكلين، بيكون في الwinter ليه شكل، وعندنا زي ما إحنا شايفين في الصورة كده، وعندنا الarctic fox بيكون في الsummer ليه شكل تاني. إزاي؟ يعني إحنا عندنا structural adaptation بتاع الarctic fox إن هو بيكون it has a thick fur coat، بيكون عنده غطاء الفرو بتاعه بيكون زي جاكيت كده، هو ربنا خلقه بفرو سميك، وإحنا قُلنا خلاص طالما شُفنا كلمة thick fur هنعرف إن هو على طول to keep its body warm، يعني give reason إحنا عارفين الanswer بتاعتنا to keep its body warm، عشان يخلّي جسمه دافي in a extreme cold climate، درجات الحرارة الباردة جدًا. ماشي. عندنا its fur بتاعه its fur بتاعه بيكون its fur coat is white during during winter، أثناء الشتا بيكون لونه white. بُص كده معايا هتلاقي هو في الشتا حواليه كل المكان كله ice، عشان هو موجود في Arctic regions زي ما اتفقنا، فهو ربنا خلقه بالfur white fur ده عشان يقدر يتكيف مع المكان اللي حواليه، ويبقى مستخبي زي ما إحنا اتفقنا، ما يبانش في وسط المكان اللي هو عايش فيه. وعنده عنده خاصية ربنا خلقه بيها إن هو
يبقى زي ما قُلنا يا ولاد بُصّوا أهو في الشتا بيكون الفرو بتاعه بيكون لونه أبيض عشان يبقى متكيّف مع المكان اللي حواليه الenvironment حواليه يبقى نفس اللون ما يبقاش ظاهر واضح. سبحان الله ربنا خالقه زي ما قُلنا بصفة إن هو في الصيف بيروح يعمل إيه turns brown يتحوّل لبُني، يعني بُص زي ما شايف في الصورة اللي قدّامي كده هو اتحوّل في الصيف بقى الفور بتاعه لونه brown. ليه؟ عشان هو لمّا هيبقى في الصيف الجليد ده بيدوب، بيحصل له melts بيدوب فهو بيكون يقدر يتناسب مع الenvironment اللي حواليه، لمّا الجليد بيدوب يا ولاد بُصّوا الenvironment حواليه بتتغيّر، ألوانها بتتغيّر، فربنا خلقه بيبقى الفرو بتاعه بيتحوّل لbrown عشان يقدر يعمل إيه، برافو عليكم، يعمل adaptation مع الenvironment اللي حواليه، يقدر يتكيّف مع البيئة اللي حواليه. يبقى إحنا قُلنا إن هو الأركتيك فوكس عنده إن هو في الوينتر بيكون white وفي الsummer بيبقى الفور بتاعه بيكون لونه إيه brown تمام، عشان يقدر إيه give reason to help it sneak up عشان يقدر إن هو زي ما قُلنا sneak up يعني يتسلل يندمج مع on prey إن هو يحصل إيه يا ولاد، إن هو يتسلل on prey يتسلل ويتسحب كده على ورا الفريسة بتاعته in any season يعني لو هو في الشتا هو يبقى مش ظاهر للprey بتاعته هو مستخبي وسط الجليد اللي حواليه ده فلونه مش باين. فيقدر يستخبى ويقدر يتسحب ويتحرك ورا الفريسة من غير ما تشوفه. برضه في الsummer هو واخد من نفس الألوان الenvironment اللي حواليه، فبرضه يقدر يعمل sneak up on prey ما تشوفوش. تاني حاجة عندنا إن هو it has short ears and legs يعني بيكون عنده الودان بتاعته بتبقى صغيرة والlegs بتاعته بتبقى برضه short بتبقى قصيرة. ليه give reason to help it stay warm. عشان يبقى إيه، يبقى دافي، عنده ودانه هو خلاص إحنا قُلنا ودانه الكبيرة بتبقى الودان الكبيرة دي عشان يبرّد الجسم، لكن هو أساسًا هنا أهو ودانه صغيّرة لإن هو أساسًا already موجود في مكان إيه warm البيئة حواليه warm فهو الودان بتاعته بتبقى short يبقى it has short ears and إيه short legs give reason to help it stay warm تمام؟ إيه الbehavioral adaptation اللي بيعمله اللي هو إحنا قُلنا خلاص اللي هو behavioral adaptation يعني التصرُّف اللي هو بيعمله لنَفْسه. It lives in a pores برضه to stay warm at night إن هو بيستخبى في الجحور بس المرّة دي بقى بيستخبى في الليل عشان إيه، يبقى يعني يبقى في مكان إيه، دافي بالنسبة له. ماشي، يبقى بيستخبى في الجحر عشان يبقى إيه، إن هو يبقى مكان دافي بالنسبة له يستخبى فيه من برودة الجو. it eats all kind of food نفس فكرة الإيه phoenix fox إن هو بياكل كل أنواع الfood like fruits plant roots برضه remains of another إيه animal prey تمام؟ ييجي هنا يقول لنا إيه، عندنا ييجي يقول لنا الspecial shape of ears in pink fox and arctic fox allow excellent hearing يعني إن هو بيسمح له بإن هو يبقى عنده سماع كويس، يسمع كويس جدًا to help them to help them hunt يعني إيه، يعني عندنا الpink fox والarctic fox بيكونوا الودان بتاعتهم بتساعدهم إن هم يسمعوا كويس جدًا، عندهم بشكل الودن بتساعدهم إن يبقى عندهم قوة على السمع، إن هم لمّا ييجوا يصطادوا يبقوا بيسمعوا كويس أوي، يعرفوا يحددوا مكان الprey بتاعته. هنا ييجي يقول لي give reason Phoenix fox in hot dry desert and Arctic fox in cold tundra eat all kinds of food ليه هما بياكلوا كل أنواع الفود الأنسر بتاعتنا because it is hard to find food لأن في صعوبة إن هما إيه hard to find food in hot in hot dry desert and in the cold إيه tundra يعني إن هو بيلاقي صعوبة في إن هو إيه إن هو hard to find food ممكن أنت يعني لو أنت الإجابة طويلة عليك ممكن تختصرها في إن it's hard to find food لصعوبة وجود الأكل فهو بياكل أي حاجة عشان في ندرة في الأكل في قلة في الأكل فبياكل كل أنواع الأكل مش بيحدد نوع معين من الأكل ياكله لأ هو بياكل أي حاجة لأن هو مش عنده اختيار لأن هو في ندرة في الأكل في المكان اللي هو موجود فيه.